هو العلاج النفسي بقى تهمة؟ في ناس بتعاني شهور وسنين من تعب في جسمها، تعب حقيقي، وجع في المفاصل، مشاكل في العنقية، إمساك، صداع، لكن كل الفحوصات الطبية بتقول مفيش حاجة. وساعتها الدكتور بيقول روح لطبيب نفسي، والمفاجأة الرد بيكون رفض وغضب وكأنك شتمت. بس الحقيقة إن الجسم والنفس مش منفصلين، وإن تعبك مش دايما في جسمك، أوقات بيكون جواك في خوف، في ضغط، في حزن مكبوت. تخيل إنك تروح لدكتور أسنان عشان تعالج رجلك، مش منطقي صح؟ نفس الفكرة بالظبط لما ترفض تروح لدكتور نفسي وإنت تعبك أصله نفسي. الباحثين والعلماء قضوا عمرهم في دراسة النفس، مش عشان في الآخر الناس ترفض تتعالج ويقولوا ده كلام فاضي، لكن علشان الناس تعرف إن النفس لو تعبت بيتعب معاها الجسم كله. والمشكلة الأكبر إن مجتمعنا ما بيفرقش بين المرض العقلي والمرض النفسي، عشان كده معتبر المرض النفسي تهمة ومش عايز يتعالج. خليني أقولك إن المرض النفسي مش ضعف، ده زيه زي أي مرض في الجسم، محتاج علاج واهتمام واحتواء. فبدل ما تسكت وتتجاهل السبب الحقيقي، اسأل نفسك إمتى آخر مرة اهتميت بنفسك وعملت حاجة تصلح مودك وتخلي نفسيتك حلوة.